اوعى تضيع حياتك وحياه اسرتك وتمشي ورا صنايعي يضيعك. اشتغل ايه بالظبط؟ نقاش. النهارده هنتكلم على جريمه بيرتكبها الصنايعي في حقك اللي مش فاهم. اول ما تروح وتدخل عليه وتقول له العربيه بترعش منك هيقول لك باشا دي طنابير. طبعا هترد تقول له ايه؟ باشا انا خريطها قبل كده. يقول لك وماله؟ انا خريطها لحد 4 مرات. وطبعا الكلام ده بلح. من الاخر عشان تفهم الموضوع بص على الطنبوره القديمه والطنبوره الجديده. بص هنا مفيش سمك خالص، بص هنا السمك هنا الضعف. يبقى ازاي ينفع دي تتخرط تاني؟ الزيتونه فين؟ كل طنبوره ليها المينيمم سيكنس بتاعها، يعني الحد الادنى للسمك. وطبعا لما بتروح لخراط يخرطها بيروح واكل منها مره ورا الثانيه، السمك بتاعها بيقل. والكارثه هنا اللي لو نزلت عن المينيمم سيكنس بتاعها هتعرض حياتك وحياه اسرتك للخطر. ممكن تيجي تدوس فرامل في اي وقت طنبوره تتكسر منك والعجله تقفش. مش هقول لك هيحصل ايه تاني، انت عارف. من الاخر كده لو عايز تخرط طنبوره خليه يسالك ببوكليز علشان يعرف لك المينيمم سيكنس بتاعها ويخليك في امان. طبعا مش محتاج اقول لك ان انت كل ما بتروح تخرط طنابير بتضعف منك فبتتلوح وترعش منك تاني والعيب بيرجع زي الاول. فالافضل تغير تيل وطنابير جديده وتشتري دماغك. بس خليك عارف اللي فيها انواع كتير في السوق مضروبه. تقدر تبعت لي بيانات عربيتك وهبعت لك افضل نوع تيل وطنابير تركبهم لعربيتك. ما تنساش تسال على خدمه التركيب، ابعتك لمركز رجع لك العربيه زيرو. عنواننا شركه مكه مانيا الشيحه امام فرع فودافون. كلمني وخد الاصليه وابعد عن غش الصناعيه. سلام.